عمر أحمد اليماني، أشتغل بنشر وقصتي أشربها عادي، عطشان أبغى أشرب الزيوت، أشربها زي ما أشرب المويه ولا العصير، من ناحية الزيوت والشحوم نفس الحركة، يعني المهلبية حقيت حلا فيها. كيف طعمه؟ تمام ما شاء الله. شربتها 34 سنة، يعني قبل بعد ما جات بشهرين هي شرب بنزين عادي. والله أنا أشوف دوامي من الساعة 9 الصباح فبالليل يكون قد شربت 4 علب، 4 ونص، أحيانا 3 بس. لا كشفوا عليه بس عشان يكشفوا عليه وطبيعي، حتى استغربوا في بريطانيين أمريكيين في جدة استغربوا وجابوا معهم علبتين زيت اتش بي موبيل 1، بعدين يقولوا لي تفضل شربتها عادي، بعدين قلت لهم معشي ما فيش الا هذه العلبتين ما فيش غيرها، قال لا، قام استغربوا قال ايش هذا علبتين، هذا السيارة هذا معشي صار بني ادم، عشان كذا قالوا هذا نحب نرجع للشحم. هذه المهلبية حقي يشوفوها، بسم الله حتنكسر المعلقة. هذا يعتبر العلاج حقي، العلاج الاساسي، حتى الاطباء برضو كلموني ونصحوني، لكن لما كشفوا عليه عاد جابوا لي زيتهم. 22 سنة تقريبا أنا أعرف الشخص هذا وأعرف إنه يشرب الزيت الله يعطيه الصحة والعافية يبعدك شر المرض إن شاء الله. إن شاء الله باقي لك سيفون وفلتر وتشتغل سيارة. ما شاء الله تبارك الله، يعني صار مدمن عليها، صلاة على رسول الله، يعني خسرنا ما شاء الله علبتين 3 علب باليوم، مخلف الشحم والدركسون والفرامل، صلاة على رسول الله، الزباين كلهم ما شاء الله مستغربين، والعمال يشتكون منا، أخذ المكسب عليهم، صلاة على رسول الله. محمد إيش هذا؟ هذا مويه بطارية، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بشرب بنزين بس يا اخي يصلح لي اصوات عشان كذا ما اشرب خلاص.